ادخل مدرسه السلطان حسن، بس ننجز بسرعه عشان الشمس. قلنا اتبنت 757 هجري 1356 ميلادي. بالمناسبه كل النصوص اللي هنشوفها جوه هي مكتوب مدرسه بس. كلمه مسجد دي اللي ضافها وزاره الاثار يعني او المجلس الاعلى للاثار، لكن كلمه مسجد دي غلط، هي ما فيهاش كلمه مسجد خالص، كل النصوص فيها مدرسه. طيب احنا قلنا ان السلطان الظاهر برقوق، فاكرين لما قلت لكم بره ان السلطان الظاهر برقوق، او خلي دي قصه الظاهر برقوق بعدين عشان الشمس، خلينا هنا في المدخل، دي ممكن نقولها جوه. تعالوا هنا في المدخل بقى، بصوا الكتابات اللي موجوده. احنا قلنا الكتابات اللي موجوده فوق مكتوب بالخط الثلث المملوكي ايات من سوره النور، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، صح؟ طيب اللي تحت هنا بقى مكتوب ايه؟ ده بالخط الكوفي بقى، اللي فوق نسخ مملوكي، الخط الكوفي، انا فتحنا لك فتحا. واضحه معاكم؟ تكملتها فين يا حكيم؟ بس هنا من غير نقط، غير منقوط، مبينا ليغفر لك الله. طيب فوق بقى كده في لوحه مكتوب فيها ايه؟ بالخط الكوفي برضو الهندسي، والخط الكوفي الهندسي ده اول ما ظهر في ايران في شرق العالم الاسلامي، وبعدين اول ما ظهر عندنا في مصر ظهر في قبه المنصور قلاوون اللي هو جد السلطان حسن. مكتوب محمد اهي، وبعدين ابو بكر تحت، وبعدين عمر مقلوبه يا جماعه على الشمال، شايفينها من تحت لفوق، وبعدين عثمان مقلوبه من الشمال لليمين، باينه معاكم؟ وفي النص ايه؟ علي. ونرجع كده يا حكيم هنا بقى اللوحه الثانيه دي اسهل شويه، لا اله الا الله محمد رسول الله، هو مكتوب بالاحمر داخل اطار من الاسود. الزخارف برضو هنا شايفين دي الشكل، دي اسمها شكل بخاريات، دي هو ابتدى ينحت فيها اهي وسابها، صح؟ وبعدين دي شايفينها ابتدى ينحت فيها بس، صح؟ وبعدين دي رسمها اللي هنا، يعني هم 4 2 و2، دي رسمها صح؟ لكن مش كامل، دي بقى ايه؟ كملها. في ناس تقعد تتفلسف ويقول لك دي مراحل خلق الانسان ودي مش، يا عمي بص، هو السلطان حسن مات الناس فكوا السقالات ومشوا، ما اكتملتش. ولو كان السلطان حسن عاش اطول فتره اطول كان في رخام هيتلبس في المكان ده كله اجمل من كده، لكن بسبب موت السلطان حسن المفاجئ واختفائه المفاجئ في 762 هجري 1361 ميلادي، في ناس ما خدتش فلوسها وفي ناس مشت، ولولا امير اسمه بشير اغا الجمدار هو اللي كمل. يعني بشير اغا الجمدار لو ما كانش كمل كان في حاجات كتير مش هتكتمل يعني، وهنقول الكلام ده جوه. برضو في لوحتين هنا اللي هم بالاسود دول، دي معلش يا استاذه معلش، دي شايفينها؟ ها، وفي قصادها واحده ثانيه اهي، دي بالمناسبه كانت زيها بالظبط، بعدين في الترميم عملها كده، معلش يا بعافيه شويه يعني، كانت مرهقه شويه يعني، هو كانت اجمل من اللي هناك حتى كمان. طب دي ايه بقى؟ بيقولوا ان هي يعني كانت زي مرايه، حجر مصقول وانت داخل، جايه من الايه القرانيه يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبعد اللي هو يعني البني ادم هو داخل يظبط هدومه كده وحاجته وهو داخل الجامع يعني عشان هيقابل ربنا. حاجه اخيره بقى اللي هي المكسلتين، المكسله دي والمكسله دي. المكاسل دي اللي بيقعد عليها الناس الحراس بتوع المدرسه، يعني هي كان لها 6 حراس بيقعدوا هنا، لان هي مش وكاله من غير بواب، مش اي حد ينفع يدخل يعني الا وقت الصلاه، لكن وقت الدراسه بالظبط لازم ايه؟ تستأذن من الحراس اللي هنا. ندخل بقى ونكمل جوه في الظل.